كاينين بزاف ديال الناس كيقولوا عوض ما يقولوا لا. يعني كيقولوا على شي طلب، مثلا شي واحد طلب منهم شي حاجه اللي ماشي في الاستطاعه، كيقولوا وهما في الداخل ديالهم ما كرهوش يقولوا لا. وحيت في كل مره كيقولوا باللي هاد المره خاصني نقول لا، انا ما قديتش يعني كنعاني وما خصنيش نبقى ديما كنقول يعني في كل مره ملي كيفكروا يبدلوا من راسهم كيجيهم بحال تأنيب الضمير. يعني كيحسوا باللي هذاك الانسان غادي يتقلق عليهم، ولا انا خاصني نساعدو، خاصني ندير، خاصني نفعل واخا ماشي في الاستطاعه. لكن السؤال الحقيقي واش هو يعني واش ارضاء الناس واش اهم من الراحه النفسيه ديالك ولا العكس؟ جيو معايا نعرفوا الاسباب اللي كتخلي الشخص يقول عوض ما يقول لا. السبب الرئيسي من مورا هاد المعضله هذه وهو يعني التربيه. ماشي كلشي ولكن الاغلبيه تربينا على بزاف ديال المسائل، واللي من بينها الا قلتي لا تساوي راك اناني، يعني راك كتبغي غير راسك وما كتبغيش الخير للناس. دونك خاصك ديما ما تقول لا رفضتي شي حوايج اللي ما عجبوكش ما ريحوكش تساوي الفراق. يعني الا ما درتيش للبنادم داكشي اللي بغا غادي تخسريه، يعني غتخسري الناس. الا بقيتي كترفضي وكتقولي لا ما متفقاش على هادي، ما قادراش ندير هادي، ما غنديرش هادي، ما غنمشيش لديك البلاصه، الا درتي هكا يعني راه غتنقصي عليك الناس، ما غاديش يبقاو معاك. ثالث حاجه واللي هي الا رضيتي الناس غادي يوليو كيحماقوا عليك وكيبغيوك وكيقولوا ما كاينش ما احسن من هذيك بنادمه كدير الخاطر وزوينه والله يعمرها دار وبنت عائله والتربيه ديالها يعني يا سلام، هذا الشيء كامل باش يبقاو معانا. ولكن اللي ما عارفينش هو ان الحقيقه مختلفه بزاف على هذا الشيء اللي قلنا دابا. حيت اللي كيحترمك فعلا وكيحترمك ديال بصح كما كيحترمك ملي كتقول ليه وكدير داكشي اللي طلب منك، خاصو ضروري واجباري يحترمك حتى ملي كتقول لا، لان احنا ماشي مضطرين ولا مجبرين باش ديما نقولوا بقيتي ديما كتوافقي، يعني كتوافقي على داكشي اللي كيتطلب منك وديما ما كتقوليش كاع لا نهائيا، راه خاصك ديري بحساب يعني التعب النفسي، خاصك ديري بحساب الضغط. غتولي ديما مضغوطه في حياتك، غتفقدي السيطره على الوقت ديالك وعلى النفسيه ديالك، لدرجه غتوصلي لواحد المرحله اللي غتبقاي ديما كتسولي راسك علاش انا مضغوطه. لان من طبيعه الحال ملي غديري هادشي كامل وغتبقاي ديما عندك القبول ولا القبول على داكشي اللي كيتطرح عليك، اكيد مع الوقت غتولي تحسي براسك مضغوطه وغتبداي تسولي راسك منين جاني هاد التعب النفسي كامل، منين جاني هاد الضغط، وانتيا ما عارفاش باللي السبب هو ديك نعم ديالك اللي كتجي سوا في وقتها سوا ماشي في وقتها، قديتي ما قديتيش، هذيك هي السبب. عباد الله راه خاصكم تفهموا باللي لا ماشي قله احترام وماشي رفض للشخص، يعني اللي كتهضري معاه اللي قلتي له لا ماشي كتعني انك ما كتحمليش ولا ما كتحترميهش ولا ما بغيتيش، يعني ما كيهمكش، لا بالعكس، لا راه كلمه بحالها بحال جميع، يعني رد فعل بحالو بحال جميع ردود الافعال، بحال لا بحال وماشي ديما خاصك تعطي تبريرات على ديك لا اللي قلتيها. ماشي ضروري تشدي بنادم وتشرحي له يعني علاش قلت هذيك لا وراه حيت كذا وعلى حساب كذا، لا ما خصناش نبداو نبرروا ما نشرحوش، لا كافيه صافي، سمح لي ما نقدرش ولا سمحي لي ما نقدرش دابا حاليا ما يمكنش ليا. ديري حدود في حياتك، حدود اللي تكون واضحه، ماشي كل واحد خاصو يدخل لوقتك ولحياتك والطاقه ديالك، خاصك تحددي شكون غيبقى معاك وشكون اللي لا وكيفاش وفوقاش، ويعني داكشي كامل خاصك نتيا اللي تنظمي حياتك، نتيا اللي تحددي وديري واحد النقط اللي ما خاصش الانسان يتجاوزهم معاك، وديري النقط اللي مسموح بها، ما تخليش الناس يتدخلوا لك في حياتك وهما يقرروا في بلاصتك. لانك الا كنتي في كل مره كتبغي ديري شي حاجه شي خطوه ولا شي رد فعل على شي حاجه يعني طلبها منك شي واحد وما كديريش الراي النابع من الجوارح ديالك نتيا، كديري بحساب يعني رد الفعل ديالهم،
باش ما يتقلقوش، باش هذا الا كنتي كتضربي ولا كتهزي الحساب الاطراف الاخرين، اذا راه هما اللي كيتحكموا لك في حياتك ماشي نتيا. خاصك تعلمي تعايشي مع داك الاحساس بالذنب، لان في الاول بما انك نتيا تعودتي تقولي نعم وتعودتي تقولي مرحبا واخا، اكيد ملي غتبداي في التغيير ديال تقولي لا على الحوايج اللي ما بغيتيهمش، اكيد غتحسي بتأنيب الضمير. حاولي يعني كيفاش كنقولوا تأقلمي مع ديك الوضعيه الجديده، وفي الاخر غتلقاي باللي ما عندكش ذنب نهائيا، وما كاينش علاش غادي تبداي تجلدي في راسك، وهذيك هي الطريق الصحيحه اللي كان عليك تشديها من شحال هذه. كل مره كتقولي فيها لا في الوقت وفي المكان المناسب، كتزيدي تطلعي قراد في بناء الثقه بالنفس، يعني في القوه النفسيه، كتزيدي تنمي وتزيدي تطوري من راسك، وكتزيدي كما قلت لك كتزيدي كتوعي اكثر وكتفهمي راسك اكثر، وكتعرفي نفسك شنو باغا وشنو محتاجه باش تزيدي لقدام. حاولي تجربي، ملي يقول لك شي واحد شي حاجه اللي نتيا ما قاداش عليها، قولي اللي ليها كبرها تصغار، نشوفوا كاع اش غيوقع. الا كنتي كتخافي داك الشخص يتخلى ولا يمشي في حاله ويخليك، سواء كان من العائله سواء اي علاقه كما بغات تكون، واخا تكون كاع غير صاحبتك، بعض المرات كتلقاي جوج ديال الصحابات موالفين بزاف لدرجات ما يقدوش يتفارقوا، وديما وحده كتضغط على وحده، كتبقى تبيكي عليها وهي كتبقى صابره ليها لداك الهبال، وكتقول صاحبتي بحال اختي من الصغر وحنا بجوج، الا قلت ليها لا غتمشي في حالها غنتفارقوا ما قديتش هادي. حاولي تحداي راسك وقولي اللي ليها. وفي الاخير راه الناس اللي كيبغيوك بصدق، يعني المحبه ديالهم صادقه من جهتك، غادي يفهموا لا ديالك وغادي يقدروها وياخذوها بعين الاعتبار. واللي ما تقبلهاش ثقي بيا راه ما يحتاجش يبقى في حياتك. وإلا بغيتي نكملوا في هذه السلسله في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نهضروا على كيفاش نفرقوا بين الناس اللي كيستاهلوا وقتنا والناس اللي غير كيسرقوا منا الطاقه ديالنا. دابا ما عليا الا نقول لك تهلاي ليا في راسك، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.